السلام عليكم طلبة أولى ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحل النهاردة إن شاء الله محافظة الجيزة. هنا أول سؤال بيقول لي يا مستر، إذا كان س بتساوي 3 أحد جذري المعادلة دي فإن م تساوي كام؟ طب المعادلة اللي هو مديها لك س تربيع زائد م س بيساوي 3. تمام، وبيقول لك س بيساوي 3. أنا ممكن أشيل الس أكتب مكانها 3، فأنا أشيل الس أكتب مكانها 3 تبقى 3 تربيع ب9 زائد 3 في م، الكلام ده بيساوي 3. أنا عاوز الميم يا مستر تطلع 9 بره الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 م بيساوي 3 ناقص 9. تبقى 3 م بتساوي 3 ناقص 9 اللي هي -6. قسمت على ال3 هنا وعلى ال3 هنا، دي راحت مع دي. تبقى الميم بكام دلوقتي يا مستر؟ ب2. تمام، فاختار هنا -2. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 2 بيقول لي هنا طول القوس في دائرة طول قطرها 2 نق. فهنا مديني القطر نفسه 2 نق، يبقى نص القطر بتساوي 6 سنتي. حلو الكلام. وقابل زاوية محيطية قياسها 60 درجة. الزاوية المحيطية نص الزاوية المركزية، أنا بتعامل خلي بالك بالزاوية المركزية. تمام، يبقى دلوقتي س د أو س درجة، س درجة بتساوي 2 في 60، عشان ال60 دي اللي هو الزاوية المحيطية. تمام، ف2 في 60 اللي هي بكام؟ ب120. حلو. القانون أصلا إيه يا مستر؟ القانون س د بيساوي لام على نق. هو عايز لام اللي هو إيه؟ س د بتساوي لام على نق. هو عايز دلوقتي لام اللي هو طول القوس، يبقى لام بيساوي س د في نق. حلو. طب انا عندي النق ما عنديش س د. س د اجيبها منين؟ من هنا، من س درجه. اجيبها ازاي؟ اقسم الزاويه اللي هو مديها لك دي على 180 واضربها في باي. حلو الكلام. تدي يبقى دلوقتي س د بتساوي 2 على 3 باي. 2 على 3 ايه؟ باي. حلو الكلام. بعد كده نعوض في القانون ده. هنا ادي لام بيساوي س د اللي هي 2 على 3 باي في نق اللي هي ب6. حلو. 2 في 6 ب12 على 3 يبقى فيها الكام؟ فيها ال4 باي. يبقى اللام بكام دلوقتي يا مستر؟ ب4 باي. فانا هختار هنا 4 باي اللي هو الاختيار رقم ب. السؤال الثالث السؤال اللي بعديه هنا يا مستر السؤال رقم 3 بيقول لي هنا عايز مجموعة حل المتباينة دي. هنا مديني -س في القوس اللي اسمه س زائد 3 اكبر من او يساوي 0. حلو الكلام. انا ممكن اضرب السالب س هنا وهنا يا مستر، يعني هتبقى كده دلوقتي -س تربيع -3 س اكبر من او يساوي 0. حلو الكلام. طيب ممكن اضرب المعادلة كلها او المتباينة كلها في -1 عشان دي تبقى كده بالموجب. يبقى هنا س تربيع موجب 3 س اصغر من او يساوي 0. هاخد السين هنا عامل مشترك، يبقى فاضل لي س زائد 3 اصغر من او يساوي 0. تمام. لو انا سويت المقدار ده بالصفر هتبقى هنا الس مرة بصفر ومرة س زائد 3 بتساوي 0، يعني هنا الس بكام يا مستر؟ ب3. حلو. عايز اعرف الفترة بتاعتي. طيب دلوقتي هعمل كده خط اعداد صغير، هنا موجب ما لا نهاية، هنا سالب ما لا نهاية. الارقام من الصغير للكبير -3 و0. حلو الكلام. هو بيقول لي -3 و0. تمام، وهما الاتنين مغلقين. ليه مغلقين؟ عشان في يساوي. تمام. بيقول لي اصغر يبقى كده اوصل في وسطيهم، لكن لو اكبر همشي كده ناحيه اليمين وناحيه الشمال. تمام. فهنا انا ظللت ايه دلوقتي يا مستر؟ اذا م ح مجموعه الحل انا ظللت من اول -3 لغايه فين؟ 0. هما الاتنين مالهم؟ هما الاتنين مغلقين. تمام، فانا هختار الاختيار رقم د. السؤال الرابع بيقول لي هنا يا مستر اذا كانت او هنا جاتا سيتا زائد 270 زائد سيتا. جاتا سيتا تنزل زي ما هي اهي. 270 يا مستر بتعمل تغير تائي فتخلي الجا جاتا مبدئيا. طب 270 زائد في الربع اللي موجب في الربع جاتا، لكن دي ايه؟ دي جا، فتبقى الاشاره ايه؟ سالبه. تبقى دي سالب، وال270 زي ما قلنا بنعمل تغير تائي تبقى سالب جاتا سيتا. يبقى جاتا سيتا سالب جاتا سيتا، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 0 اللي هو الاختيار رقم ا. السؤال رقم 5 بيقول لي هنا في رقم 5 ايه يا مستر؟ إذا كانت النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين أو مثلثين متشابهين 4:9. تمام. وكان محيط المثلث الأكبر 90. عايز محيط المثلث الصغير بكام؟ طيب هنا بنعمل إيه فيها؟ هنا النسبة بين المساحات مربع النسبة بتاعة الأضلاع. حلو الكلام. والنسبة بين المساحات مربع النسبة برضو بتاعة المحيطات. حلو. فهو هنا مديني يا مستر نسبة المساحات بتساوي كام على كام؟ 4/9. حلو. انا بستفاد ايه؟ ان نسبة الاضلاع او نسبة
المحيطات بتساوي جذر الأربعة لتسعة اللي هي كام على كام؟ اللي هي 2/3. حلو الكلام. طيب فهنا مديك المحيط الأكبر 90، عايز محيط الأصغر بكام؟ طيب أدي محيط الأصغر على محيط الأكبر، الكلام ده بيساوي كام على كام؟ النسبة بتاعتك 2/3. طب ومين اللي قال إن هي 2/3؟ ليه مش ليه مثلا ليه يا مستر خليت الأصغر من فوق؟ عشان هو الاتنين اللي من فوق يا ابني، فأنا أخلي الصغير قدام الصغير والكبير قدام الكبير. طيب تعال نكمل. محيط الصغير انا مش عارفها سميتها س، على محيط الكبير هو مديها لي بكام؟ ب90، بيساوي كام على كام دلوقتي؟ 2/3. طيب انا عاوز الس بكام؟ اضرب مقص اللي قدام الس في المقص تبقى 3 من تحت، الاتنين التانيين من فوق. 2 في 90، 2 في 90 ب180/3 فيها الكام؟ فيها ال60 سنتيمتر. فانا هنا هختار كام؟ 60 اللي هو الاختيار رقم د. السؤال رقم 6 بيقول لي ايه هنا في رقم 6؟ بيقول لي اذا كان مثلث ا ب ج مشابه مثلث د ه و. حلو الكلام. وكان ا ج يساوي 3 د و. طيب هو مديك دي دلوقتي ا ج بيساوي 3 د و. انا عايز دلوقتي يا مستر ا ج الى د و دي بكام؟ هعملها ازاي؟ الرقم اللي مع ا ج المفروض هنا كام؟ 1، واللي مع د و كام؟ هنا 3. تمام. فاللي مع ا ج هخليها من تحت، واللي مع د و هخليها من فوق، عشان لو ضربت مقص ترجع لي دي تاني. تمام. فدلوقتي ا ج الى د و اللي هو معامل التشابه بتاعي، معامل التشابه بتاعي هيبقى كام دلوقتي يا مستر؟ 3/1 اللي هي بتساوي كام؟ 3. تمام فهمناها. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه هنا بيقول لي المضلعان المتشابهان لثالث. المضلعان المتشابهان لثالث ده معناه ايه برضو؟ ده معناه ان هم ايه برضو؟ متشابهين. حلو. يعني انت عندك 3 مضلعات كل 2 بيشابهوا بعض، يبقى 3 بيشابهوا بعض. طيب السؤال رقم 2 بيقول هنا قياس القوس، قياس القوس الذي طوله 5 باي، تمام، في دائرة، يبقى هنا طول القوس 5 باي في دائرة طول نص قطرها 15 يكافئ زاوية مركزية قياسها كام؟ تمام. ده السؤال الثاني رقم 2. بيقول لي هنا قياس القوس الذي طوله 5 باي، يبقى انا دلوقتي عندي لام بتساوي 5 باي في دائرة النص قطرها 15، يبقى عندي نص القطر يا مستر بكام دلوقتي؟ ب15 سم. طيب القانون اصلا س د بيساوي لام على نق، لام اللي هي 5 باي على نق اللي هي بكام؟ 15. 5 على 15 فيها 1/3، يبقى دي باي على 3. حلو. باي على 3 اللي هي الزاوية كده بالتقدير الدائري. طب انا هسيب التقدير ال60، اشيل الباي اكتب مكانها 180، تبقى 180 على 3 يبقى فيها الكام يا مستر؟ فيها ال60 درجة. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 3 بيقول لي هنا في السؤال رقم 3 عايز س بكام؟ دول الوترين المتقاطعين بره الدايرة. بمسك ج هقول ج ب في ج ا، الكلام ده بيساوي ج د في ج ه، تمام. ج ب في ج ا، ج ب اللي هي بس في ج ا اللي هي كل دي اللي هي س و3 س يبقى 4 س، الكلام ده بيساوي ج د اللي هي ب8 في ج ب اللي ج ه اللي هي كل دي اللي هي س زائد 4 زائد 8 تبقى دي س زائد 12. حلو الكلام. س في 4 س تبقى دي 4 س تربيع بتساوي، هضرب ال8 هنا وهنا، 8 في س ب8 س زائد 8 في 12 بكام؟ ب96. عندي كده س أس 2 وس أس 1 لازم امثل اساوي المعادلة بالصفر، تبقى دي 4 س تربيع سالب 8 س سالب 96، الكلام ده بيساوي صفر. تمام. هقسم الكلام ده كله على 4 عشان اعرف احللها. لما اقسم دي كده على 4 ودي على 4 ودي على 4، لما اقسم 4 على 4 فدي راحت مع بعض، يبقى فاضل لك هنا س تربيع. 8 على 4 فيها الاتنين س سالب 96 على 4 فيها ال24، الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. هتبقى مقدار ثلاثي بسيط زي ما انت شايف، مقدار ثلاثي بسيط تحلل كده. س تربيع تبقى س وس، عددين ضربهم 24 طرحهم 2، يبقى كام في كام يا مستر؟ 4 في 6. اشارة الحد الاخير سالب، يبقى الاشارتين مختلفتين، الكبير ياخد اللي في النص، الكبير ياخد اللي في النص، يبقى ده سالب وده موجب. تمام. لما اساوي المعادله الاثنين، لما اساوي دي بالصفر ودي بالصفر، يبقى هنا الس هتساوي سالب 4، طبعا ما فيش طول ضلع بالسالب، يا اما الس هنا هتساوي كام يا مستر؟ هتساوي 6. تمام. دي هي اللي صح دي هي اللي غلط، يبقى هنا الس بكام؟ الس ب6، اختار 6. فهمناها؟ طيب السؤال اللي بعديه
السؤال رقم 4 بيقول لي هنا إذا كان جتا سيتا أكبر من صفر وجا سيتا أقل من صفر. الجتا دي اللي هي السين والجا اللي هي الصاد. حلو الكلام. لو أنت عملت شبكة تربيعية كده صغيرة قدام عينيك، ده السؤال رقم 4. السين أكبر من الصفر يعني السين موجبة، الصاد أقل من الصفر يعني الصاد إيه؟ سالبة. ده الربع الكام ده يا مستر؟ ده الربع. ده الأول وده التاني وده التالت وده الربع، يبقى ده كده الربع. تمام. طيب السؤال اللي بعديه هنا في الشكل المقابل، السؤال رقم 5 بيقول لي هنا يا مستر إذا كان ده الجيم، فين ده الجيم دي؟ ده الجيم اللي هو ده كله ده كده ب6 سنتي. حلو الكلام. طب ألف ب كله بكام؟ ب9 سنتي. تمام. هو عايز طول ده الواو، ده الواو اللي هي الحتة دي كده، دي بكام؟ ماشي. أنا هنا دي نظرية تاليس أو الأجزاء المتناسبة، الاتنين أصلا شبه بعض بالظبط. تمام. هتحل ازاي يا مستر؟ هعمل كده، أقول له أنا عندي هنا طالما ألف د يوازي ه واو يوازي ب ج، يبقى دلوقتي ألف ه تمام على ألف ب كله بتساوي د الواو اللي أنا عايزها على د الجيم كله. تمام. طيب تعالى نعوض. ألف ه بكام يا مستر؟ ألف ه ب3 سنتي على ألف ب كله اللي هي ب9 سنتي. الكلام ده بيساوي د الواو اللي أنا عاوزها على د الجيم كله اللي هي كام؟ هو مديهالي في السؤال ب6. حلو الكلام. أنا دلوقتي هجيب د الواو بتساوي اللي قدامها في المقص 9 من تحت، الاتنين التانيين من فوق، 3 في 6. 3 في 6 ب18، 18 على 9 يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 2 سنتي. فأنا هنا هختار كام؟ 2 سنتي. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 6 بيقول لي ايه في رقم 6؟ إذا كان لام وميم هما جذري المعادلة دي، عايز لام زائد ميم. طيب لام زائد ميم أصلا الكلام ده بيساوي سالب ب على ألف. تمام. فين الب وفين الألف؟ الألف معامل السين تربيع، معامل السين تربيع هنا 1، يبقى هنا معايا الألف ب1، والب معامل السين اللي هي بكام؟ -4. طب القانون سالب ب على ألف يبقى سالب في -4 على ألف اللي هي ب1، سالب في سالب بموجب، يبقى هنا لام زائد ميم مستر بيساوي 4 على 1 فيها الكام؟ فيها ال4 اللي هو الاختيار رقم ألف. تمام. امتحان سهل لغاية دلوقتي، مفيش فيه أي مشكلة. السؤال اللي بعديه السؤال الثالث رقم 1 بيقول لي هنا يا مستر ايه؟ بيقول لي هنا مديني دي رسمة اقليدس. تمام. اقليدس ليه 4 قوانين، هو هنا عايز س بكام؟ س اللي هي في ألف د. طيب ألف د تربيع بتساوي د ب في د ج. طيب ألف د تربيع تمام اللي هي بتساوي س زائد 2 بتساوي د ب اللي هي ب9 في د ج. د ج اللي هي بكام؟ د ج اللي هي ب16. 9 في 16 بكام؟ ب144. حلو. هيبقى س زائد د بس او س زائد 2 بس بتساوي موجب وسالب جذر ال144 اللي هي هتساوي موجب وسالب كام؟ 12. بعد كده بقسم الصفحة نصين، مرة س زائد 2 بتساوي 12 ومرة س زائد 2 هتساوي سالب 12. تمام. تطلع الاتنين بره الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى هنا س هتساوي 12 ناقص 2، يعني هنا الس بكام يا مستر؟ ب10. وهنا الناحية التانية طلعت برضو الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى هنا س هتساوي سالب 12 سالب 2، يعني هنا س هتساوي كام؟ سالب 14. طبعا هنا لو أنا عوضت مكان السين في الألف د تمام هيديني، لو أنا عوضت مكان السين ب10 هيديني 10 زائد 2 12. تمام. لكن لو أنا عوضت بسالب 14 هيديني مقدار سالب، طبعا ده الكلام ده إيه؟ مرفوض، فدي بتبقى كده مرفوض. تمام. لكن هنا السين بكام يا مستر؟ ب10، فأنا هنا هختار 10. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 2 بيقول لي هنا إذا كان أحد جذري المعادلة دي معكوس جامع للجذر الآخر. طالما قال لك معكوس جامعي يبقى ب بيساوي 0. ب بيساوي 0 اللي هي كاف ناقص 3 ده بيساوي 0. تطلع دي بره بعكس الإشارة، تبقى الكاف هنا بتساوي كام يا مستر؟ بتساوي 3، فأنا هختار هنا كام؟ 3. السؤال اللي بعديه السؤال رقم كام؟ 3. تمام. بيقول لي ايه هنا في رقم 3؟ احنا في السؤال الثالث رقم 3. ابسط صورة للعدد التخيلي ت اس 59. انا كنت بعمل ايه في 59 دي؟ كنت بعمل كده على الآلة 59 على 4 وبعمل كده، بكتب كده شيفت اس دي على الآلة، هتديني كده، هتديني يا مستر 14 و3 ارباع.
قلنا انا بهتمش لا بالرقم ده ولا بالرقم ده، بهتم بده بس. كام ده؟ 3. يبقى دلوقتي ت اس 59 كأنها بتساوي ت اس 3. ت اس 3 انا حافظها بكام يا مستر؟ بسالب ت. فانا هنا هختار كام؟ سالب ت، اللي هي الاجابة رقم ج. تمام. السؤال رقم 4 بيقول لنا في الشكل المقابل عايز قيمة س بكام. لسه حالين شبهها من شوية، دول الوترين متقاطعين جوه الدايرة، فانا بمسك اللي في النص دي. تمام. على الس اللي في النص دي مثلا اسمها م مثلا، يعني اللي هي النقطة اللي في النص دي. تمام. بعد كده بقول م أ في م ب، الكلام ده بيساوي م ج في م د. تمام. م أ بكام يا مستر؟ بس زائد 1، يبقى دي كده س زائد 1 في م ب اللي هي س ناقص 1. الكلام ده بيساوي م ج اللي هي 4 في م د اللي هي بكام؟ ب6. دول ده 4 عددين مترافقين، يبقى الأول في الأول ناقص التاني في التاني. 4 في 6 ب24، تطلع دي كده بعكس الإشارة، يبقى هنا س تربيع بتساوي 24 زائد 1 تبقى بكام؟ ب25. س تربيع ب25، يبقى س بس هتساوي موجب وسالب كام؟ 5. حلو. طبعا لو أنا عوضت بالقيمة السالبة مش هتنفع معايا، فهنا تبقى الس بكام دلوقتي يا مستر؟ تبقى الس بتساوي 5، والسالب 5 مالها؟ مرفوضة. فأنا هنا أختار 5. تمام، فهمناها؟ طيب السؤال اللي بعديه رقم 5 بيقول لي ايه في السؤال رقم 5 هنا؟ بيقول لي ظا في زتا، ادي ظا سيتا في زتا يا مستر. زتا اللي هي مقلوبة الظا، تبقى دي 1 على ظا سيتا. حلو الكلام. زائد مين؟ قا في جتا. طيب القا اللي هي مقلوبة مين؟ مقلوبة الجتا برضو، يبقى دي بتساوي 1 على جتا سيتا في جتا سيتا. حلو الكلام. طيب ناقص مين؟ جا سيتا في قاتا اللي هي 1 على جا سيتا. حلو الكلام. طيب دي بتساوي ظا دي تروح مع الظا دي يبقى فاضل لك 1، زائد جتا تروح مع جتا يبقى فاضل لك 1، سالب جا تروح مع جا يبقى فاضل لك 1. تمام. يبقى 1 زائد 1 2، 2 ناقص 1، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 1. فانا هنا اختار اختيار رقم ب. طيب السؤال رقم 6 هنا بيقول لي اذا كان الضلع النهائي لزاوية قياس سيتا مرسومة في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة في النقطة كام وكام؟ في النقطة 4 على 5 وسالب 3 على 5، فإن ذات سيتا بتساوي ايه؟ قلنا في السؤال ده بنرسم كده مثلث قائم الزاوية قدام عينينا. حلو الكلام. دي الزاوية بتاعتي. هو مديني الجتا اللي هي السين بكام على كام؟ ب4 على 5. الجتا اللي هي مستر مجاور على وتر. تمام. والجا مقابل على وتر. تمام. هو دلوقتي عايز ذات سيتا. الذات اللي هي مقلوبة الذات. طب ذا سيتا اصلا بكام؟ ذا سيتا مقابل على مجاور، تبقى سالب 3 على 4. تبقى الذات سيتا هتساوي ايه؟ اعكس دي، تبقى 4 على سالب 3. انا ممكن اكتب السالب من هنا عادي، يعني تبقى سالب 4 على 3، او السالب تبقى قدام الكسر عادي، يعني ممكن تبقى كده سالب 4 على 3. فهمنا؟ اللي هي الاختيار رقم د. السؤال اللي بعديه السؤال الرابع هنا بيقول لي ايه يا مستر؟ اذا كان حاصل ضرب الجذرية المعادلة بتساوي سالب 1. حاصل الضرب اللي هو مين على مين اصلا؟ ج على ا. حلو الكلام. هنا هيقول له ج على ا. طب انا عندي ا وب وج. ا بكام؟ ا ب2 وب بسالب 3 وج بكام؟ بكاف. طيب حاصل الضرب لام ميم هو مديهولي كده بسالب 1. طيب حاصل الضرب يا مستر اللي هو ج على ا. ج على ا كده بكام؟ بسالب 1. طب نعوض الجيم اللي هي بكاف على ا اللي هي بكام؟ ب2. الكلام ده بيسالب 1 على كام؟ على 1. اضرب لي مقص يا باشا. 1 في كاف بكاف، سالب 1 في 2 بسالب كام؟ بسالب 2. فهنا الكاف بكام؟ بسالب 2. سهله خالص ما فيهاش حاجه. السؤال اللي بعديه السؤال رقم 2 بيقول لي هنا في الشكل المقابل اذا كان د ه يوازي ب س طالما ب ج طالما ده بيوازي ده يبقى المثلثين متشابهين. تمام. يبقى دلوقتي مساحة المثلث ا د ه على مساحة المثلث ا ب ج المفروض بيساوي ا د على ا ب بس الكل اس 2. عوض لي يا باشا. ا د بكام؟ ب3 على ا ب كله ب5. 3 على 5 اس 2 يبقى بيساوي 9 على الكام؟ على 25 اللي هو الاختيار رقم ج. طيب السؤال الثالث بيقول لي ايه في السؤال الثالث؟ هنا برضو طالما ايه، بص شايف الفرق بين المسألة دي والمسألة دي؟ هنا كده كانوا متوازيين، هنا مش متوازيين برضو بس متشابهين. بس هنا بدل ما اقول المثلث ا د ه يشابه مثلث ا ب ج، لا هقول له ا د ه يشابه ا ج ب، العكس يعني. فاهم؟ طيب هنا
طبعا ليه؟ لان انت عندك هنا زاويتين بيساوي زاويتين، المثلث الصغير اللي هو ا د ه في زاويه ا وزاويه د، والمثلث الكبير اللي هو ا ب ج في زاويه ا وزاويه ج. حلو الكلام. ا مشتركه في المثلثين وده اللي هتساوي ج. طيب هنا ادي المثلث ا د ه يشابه مثلث ا ج ب. تمام. طيب هو عايز د ب بكام؟ د ب اللي هي دي كده. حلو الكلام. تعال نشوفها له. هنا طالما ده بيشابه ده يبقى ا د على ا ج الكلام ده بيساوي ا ه على ا ب بيساوي د ه على ج ب. طبعا انا مش عاوزها. طب تعال نعوض هنا. ا د بكام؟ ب4 على ا ج، كل ا ج ب 8 سم يا مستر، بتساوي ا ه ب5 على ا ب كله. انا ما عنديش ا ب كله. تمام. فانا ممكن اسمي ا ب كله 4 زائد س واشوف الس بكام. يعني انا سميت د ب س. حلو. تبقى دي 4 زائد س. طب تعال نضرب. انا دلوقتي عايز 4 زائد س، تبقى 4 زائد س اهي، اللي قدامها في المقص 4 تبقى من تحت الاثنين التانيين من فوق. 5 في 8، 5 في 8 40، 40 على 4 فيها ال10. حلو الكلام. يبقى هنا 4 زائد س هتساوي 10. 4 زائد س هتساوي 10. تمام. انا عايز السين تطلع الاربعه بره بعكس الاشاره. يبقى هنا هتساوي 10 ناقص 4، 10 ناقص 4 اللي هي كام يا مستر؟ 6. فانا هنا هختار كام؟ 6. طيب السؤال اللي بعديه سؤال رقم 4. بيقول لي هنا في الشكل المقابل اذا كان ا ب مماس. ده الدرس بتاع تطبيقات تشابه في الدايره. تمام. دوم الثلاث انواع في المحافظه دي اللي هي الموتورين متقاطعين جوه الدايره وبره الدايره. وادي هنا في مماس. المماس بيقول لي ا ب تربيع بيساوي ب ج في ب د. ده السؤال رقم 4. ا ب تربيع بتساوي يا مستر ب ج في ب د. حلو الكلام. طيب انا ما عنديش لا ب ج ولا اي حاجه، فانا ممكن اسمي مثلا ب ج س سم. طب هو قال لك ان ب ج جد ج م جد م د، فانا هسمي دي س ودي س ودي س. حلو. طيب ا ب تربيع اللي هي 5 جذر 3 تبقى دي 5 جذر 3 تربيع بيساوي ب ج اللي انا مش عارفها قلت اسمها س في ب د اللي هو كل ده. كام س دول يا مستر؟ 3 س. حلو الكلام. طيب س في 3 س تبقى دي 3 س تربيع. 5 جذر 3 تربيع. تمام. 5 في 5 ب 25، 25 في 3 تبقى دي ب 75. هقسم لي هنا على 3 وهنا على 3، دي راحت مع دي. يبقى س تربيع بتساوي 75 على 3 فيها كام؟ فيها 25. يبقى س بس هتساوي كام يا مستر؟ هتساوي المفروض موجب وسالب جذر ال 25 اللي هي موجب وسالب كام؟ 5. طبعا مفيش طول ضلع بالسالب، يعني هنا طول الضلع بكام دلوقتي؟ ب5 سم اللي هو الاختيار. تمام. هو عايز، انا جبت السين بس، هو عايز مين اصلا؟ هو عايز طول القطر. طول القطر اللي هو 2 س. ادي القطر بتساوي 2 س. 2 س اللي هي 2 في 5. 2 في 5 اللي هي بكام؟ ب 10 سم. فانا هنا هختار كام؟ 10 سم. وخلي بالك بص هنا عشان الخبطك مديك ال5 ومديك ال10 عشان انت تختار ال5 على طول. تمام. طيب السؤال اللي بعديه. السؤال رقم 5. هنا مديني المنصف الداخلي للزاويه، فانا كنت بمسك كده د اقول د ب على د ج بتساوي ا ب على ا ج. تمام. تعال نعوض تعويض مباشر. د ب ب2 على د ج انا مش عارفها، ادي د ج بتساوي يا مستر ا ب اللي هي ب4 على ا ج اللي هي بكام؟ ب6. بس انا عايز د ج دلوقتي. يبقى د ج دي بتساوي اللي قدامها في المقص 4 من تحت، الاثنين التانيين من فوق. 2 في 6، 2 في 6 ب 12. 12 على 4 فيها كام؟ فيها 3 سم. فانا هنا هختار كام؟ 3 سم. تمام. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 6. بيقول لي يا مستر في السؤال رقم 6 دي بتاعه الاجزاء المتناسبه او نظريه تليس او هنحلها كمان بالتشابه. هو عايز س بكام؟ تمام. طيب هنا هقول له مثلا لو انا حليت بالاجزاء المتناسبه هقول له ا د. طالما انت عندك د ه بيوازي ب ج يبقى ا د على د ب بيساوي ا ه على ه ج. تعال نعوض هنا يا مستر. ا د بس زائد 5. تمام. على مين؟ على د ب اللي هي بكام؟ اللي هي ب3. الكلام ده بيساوي ا ه اللي هي ب 12 على ه ج اللي هي ب س.
تمام. هضرب مقص دلوقتي، هيبقى س في س زائد 5 بيساوي 3 في 12 بكام؟ ب36. تضرب لي الس في القوس هتبقى س في س بس تربيع زائد 5 س، وادخل ال 36 جوه تبقى سالب 36. ده بيساوي كام؟ صفر. ده مقدار ثلاثي بسيط. مقدار ثلاثي بسيط تمام، فبيتحلل بالشكل ده. س تربيع تبقى س وس، عايزين عددين ضربهم 36 طرحهم 5 كام في كام؟ 4 في 9 ب36. إشارة الحد الأخير سالب، يبقى الإشارتين مختلفتين. الكبير ياخد اللي في النص، الكبير اللي هي التسعة تاخد اللي في النص دي موجب، ودي تاخد ايه؟ السالب. طبعا بقسم الصفحة نصين، لما اساوي دي بالصفر تبقى الس ب4، لما اساوي ده بالصفر تبقى الس بكام؟ بسالب 9. وطبعا مفيش طول ضلع بالسالب، يعني هنا الس بكام بس؟ الس ب4، فانا هنا هختار كام؟ 4. السؤال اللي بعديه سؤال رقم 7، آخر سؤال اختر في الامتحان. هنا المسائل المقالية بيقول لي هنا في السؤال رقم 5 إذا كان لام وميم هما جذري المعادلة دي فكون المعادلة التي جذرها 2 على ميم و2 على لام. تمام. طيب المعادلة اللي هو مديها لك اللي هي دي كده س تربيع سالب 2 س سالب 5، انت لازم تجيب منها مجموع الجذرين وضرب الجذرين. طب قبل ما اجيب مجموع الجذرين نكتب كده أ بكام وب بكام وج بكام. أ هنا ب1 وب بسالب 2 وج بكام؟ بسالب 5. حلو الكلام، عشان استخدمهم في مجموع الجذرين وضرب الجذرين. هجيب لام زائد ميم يا مستر مجموع الجذرين بتوعي. مجموع الجذرين بيساوي سالب ب على أ، تمام، اللي هي سالب في سالب 2 على أ اللي هي ب1 تبقى بكام؟ ب2. طب ضرب الجذرين، ضرب الجذرين اللي هي لام ميم بتساوي ج على أ. ج بكام؟ ج بسالب 5 على أ اللي هي ب1 تبقى بكام دلوقتي؟ بسالب 5. لازم اجيب دول. طيب المعادلة اللي انا عاوزها يا مستر لازم يكون عندي مجموع الجذرين بتوعها وضرب الجذرين. حلو الكلام. طيب تعال نشوف كده مجموع الجذرين. فين هما الجذرين؟ الجذرين اللي هما مديهم لك اللي هما 2 على ميم و2 على لام. اكتب كده ادي 2 على ميم زائد 2 على لام. حلو. انا هنا لازم اوحد المقامات، هيبقى لام في ميم بلام ميم، تمام. بعد كده اضرب مقص 2 في لام ب2 لام زائد 2 في ميم كده ب2 ميم. هاخد 2 من فوق عامل مشترك، يبقى فاضل لك لام زائد ميم على تحت لام ميم. طيب 2 لام زائد ميم اللي هي دي كده بكام؟ دي ب2، تبقى 2 في 2 بكام؟ ب4 على لام ميم اللي هي دي كام يا مستر؟ سالب 5، يبقى 4 على سالب 5 دي مجموع الجذرين. طيب ضرب الجذرين، ضرب الجذرين تعالى نجيبها كده. ضرب الجذرين اللي هم 2 على ميم في 2 على لام. حلو الكلام. انا بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. البسط في البسط 2 في 2 ب4 على لام ميم من تحت. طب لام ميم بكام؟ بسالب 5، تبقى 4 برضو على كام؟ على سالب 5. تمام. طيب يبقى اذا دلوقتي المعادلة بتاعتك، المعادلة س تربيع ناقص مجموع الجذرين في س زائد ضرب الجذرين ده بيساوي صفر. تمام. مجموع الجذرين كام على كام؟ 4 على سالب 5. طب ضرب الجذرين كام على كام برضو؟ 4 برضو على سالب 5. الصدف انهم يطلعوا زي بعض، انا ماليش دعوة. تمام. عشان محدش بس يقول شبه بعض ليه. السؤال هنا نكملها، هضرب الاشارات هنا في بعض، يبقى هنا س تربيع سالب في سالب يا مستر بموجب 4 على 5 في س، موجب في سالب بسالب برضو 4 على 5. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. عشان تخلص من المقامات دي لو انت عايز تخلص منها ممكن تضرب المعادلة كلها في 5 اللي هو في المقام. اضربها ازاي في 5؟ يعني انا هعمل ايه؟ هعمل كده، اضرب المعادلة كلها تبقى 5 في س تربيع ب5 س تربيع زائد، هضرب دي كأني هضرب دي في 5 واضرب دي في 5، ودي برضو كده ضربتها في 5. 5 في س تربيع ب5 س تربيع، الخمسة تروح مع الخمسة يبقى فاضل لي 4 س، الخمسة تروح مع الخمسة يبقى فاضل لي 4. الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. ودي كده المعادلة بتاعتي. فهمناها؟ طيب السؤال اللي بعديه هنا في المسائل المقالية السؤال رقم 2 او السؤال رقم 6. بيقول لي هنا في الشكل المقابل اللي هو ده، انا هنا نقلت في الصفحة اليمين دي، في الشكل المقابل اللي هو ده كده بيقول لي ج ه ينصف زاوية ايه؟ ينصف زاوية ج. انا كنت بستفاد ايه؟ كنت بعمل مرة كده عند ه ومرة كده عند ج، وبقول ه أ على ه ب يساوي ج أ على ج ب.
حلو الكلام، ده اللي انا بستفاده من المنصف. طيب هنا تعال نكتب الكلام ده هنا. هقول له هنا بما ان ه ج ينصف زاوية ج، انا بستفاد يا مستر ان ه الف على ه ب يساوي ج الف على ج ب. طيب ج الف بكام؟ ج الف كل ده بكام؟ 4 و8 كام؟ 12 على ه ب. فين ه ب؟ على ج ب، قصدي ج ب اللي هي دي كده بكام؟ ب6. 12 على 6 يبقى كام على كام؟ يبقى 2 على 1. حلو الكلام. طيب يبقى دلوقتي ه الف على ه ب برضو كام الى كام؟ 2 على 1. يبقى دي 2 الى 1. بيقول لك اثبت لي بقى، اثبت لي ان واو ه اللي هي دي كده يوازي ب ج اللي هي دي. اثبتها ازاي دي؟ اثبتها لو هو قال لك، لو هو اداها لك معطى انت هتستفاد ايه؟ لو هو اداها لك لو قال لك ان واو ه يوازي ب ج، انت بتستفاد ان الف ه على ه ب المفروض تساوي الف واو على واو ج، صح كده؟ طيب فانا عشان اثبت له بقى ان الف ه ان ه واو يوازي ب ج، لازم اثبت له ان الف ه على ه ب بتساوي الف واو على مين؟ واو ج. طيب انا لسه جاي من شويه ان الف ه على ه ب اللي هي دي كده بتساوي كام على كام؟ 2 على 1. طيب اجيب مين؟ اجيب الف واو على واو ج. تمام، هقول له دلوقتي اذا لازم برضو تطلع كام على كام؟ 2 على 1. الف واو على واو ج بتساوي 8 على 4 اللي هي بتساوي كام على كام برضو يا مستر؟ 2 على 1. يبقى دلوقتي الف ج او الف واو على واو ج بتساوي 2 على 1. حلو، يبقى دي بتساوي دي. هقول له دلوقتي اذا من 1 و2 كأن دي رقم 1 وكأن دي كده رقم 2. من 1 و2 ينتج ان ايه يا مستر؟ الف ه على ه ب بتساوي الف واو على واو ج. اذا دلوقتي ه واو يوازي مين؟ يوازي ب ج، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. والمسألة كده خلصت، وكمان الامتحان برضو خلص. اتمنى اكون فدتك في الامتحان ده وتكون استفدت منه بشكل كبير. اهم حاجه بس وانت بتحل المسائل دي لازم كده ما تحلش كده بعينيك، انت تمسك ورقه وقلم زي كده وبتكتب. تمام، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، تكتب لي كده ايه كومنت الله ينور يا مستر، عاش يا مستر، الكلمتين دول. تمام، ونشوفكم ان شاء الله في واحنا بنحل محافظه اسكندريه. يلا مع السلامه.